السلام عليكم يا فندية. كان زمان كلمة إنك تشتري حاجة اقتصادية دي يعني إنك بتوفّر، زي مثلًا أمّا تجيب علبة لبن اقتصادية 4، 5 لتر، زي ما تجيب علبة جبنة اقتصادية جيركن كبير، زي ما تجيب مثلًا أي حاجة اقتصادية للأولاد عشان توفّر فيها فلوس. دلوقتي العربيات الاقتصادية هي عربيات ب1.000.000 جنيه تقريبًا، فيها تجهيزات كتير جدًا، وموضوع الاقتصادية ده اختلف خالص عن زمان. فدي عربية بايك U5، العربية الاقتصادية الجديدة من بايك، وزي ما قُلت لك هي مختلفة خالص عن موضوع الاقتصادية اللي إحنا عارفينه ده. دي بايك U5 بلس او ما يعرف في الصين باسم بيجينج U5. وU5 بلس دي جايه منين بقى؟ ده الجيل الثاني من العربيه، او الحقيقه ان ده الفيس ليفت بتاع الجيل الثاني، فالفيس ليفت بتاع الجيل الثاني اسمه بلس، عشان كده العربيه بيتقال عليها U5 بلس. العربيه دي المفروض انها سعريا بتتنافس مع الفئه بتاعه السب كومباكت، العربيات السيدان تحت المدمجه، ولكن الحقيقه ان العربيه دي ابعدها من بيت العربيات دي، فتصنف انها سيدان مدمجه، عربيه كومباكت سيدان. والعربيه دي جايه بفئتين اسعارهم 825 و925 الف جنيه. ولو عايز تعرف الفرق ما بين الفئات والتفاصيل بتاعتهم هتلاقي لينك تحت الموقع، هتلاقي تعرف منه كل التفاصيل. ولو جبت العربيه دي او اي عربيه تانية وعايز تحميها ضد الخدوش والخبطات وتحافظ على رونق الدهان بتاعها، فهتلاقي لينك تحت برضه كاربرجيني، ممكن تعرف عندهم اكتر عن افلام الحمايه وازاي تحافظ على الدهان بتاع عربيتك. تعال بقى نتكلم على العربيه اليو 5 دي بالتفصيل. البدايه لو هنتكلم عن السعر، فالعربيه دي المفروض انها بتتنافس سعريا مع عربيات زي نيسان صاني وهيونداي اكسنت والحاجات بتاعه الفئه اللي تحت ال 900 دي، ولكن العربيه من رايي هي بتتنافس مع العربيات اللي فوق المليون جنيه بشويتين، زي مثلا العربيه الانترا دي المجمعه محليا، زي العربيه الام جي 5 دي، الفئه اللي هي بتنافس معاها اكتر. بس لو خدت بالك العربيه دي من قدام او عامه من كل حته يعني فيها اهتمام جامد قوي بالتفاصيل والتصميم بتاعها. العربيه من رايي احلى عربيه تصميما في الفئه دي، سواء من قدام او من ورا. العربيه فيها شويه لمسات جامده جدا، طبعا بعيد عن حته ان الصينيين لغايه النهارده لازالت الرفارف بتاعتهم تحسها فاضيه، ما تفهمش الموضوع ده جاي منين بالظبط. حته ان الجنط تحسه صغير قوي على الرفرف، الموضوع ده بيضايقني قوي. بس الاهتمام في تفاصيل العربيه دي باين قوي، باين جدا حتى من بره. يعني مثلا لو فتحت الكبوت هتاخد بالك ان الموتور من جوه كله متقفل كده، اللي هو ايه، التقفيله بتاعه العربيات المرسيدس والحاجات الفخمه دي، الموتور كله متقفل عليه، محطوط فبر كتير. طبعا هو ما بيكلفهمش كتير ولا حاجه، والفبر ده ما بيعملش اي حاجه في الاداء، بس هو اهتمام بالتفاصيل. الحاجه الثانيه المفروض تاخد بالك منها ان العربيه دي تقريبا الوحيده في الفئه دي اللي الفوانيس بتاعتها من قدام فول ال دي، ودي حاجه شكلها لذيذ قوي وحلو قوي. الحاجه الثانيه من الجنب العربيه شكلها حلو جدا، انسيابي جدا، اللون الاسود ده مش مبين قوي تفاصيل العربيه، بس الظهر بتاع العربيه شكله حلو، شكله حلو لدرجه ان انا يوم ما استلمت العربيه في اتنين وقفوني عشان يسالوني العربيه دي اسمها ايه. العربيه دي المفروض انها ليها نسخه كهرباء تانية، شفناها في البرايس ليست اللي ظهرت في اول تقديم العربيه دي، ولكن النسخه الكهرباء دي ما شفناهاش لغايه دلوقتي. احنا بس عندنا النسخه البنزين، والنسخه البنزين تتميز بحاجات كتير، زي مثلا ايه، زي مثلا ان الكراسي من جوه واسعه جدا. العربيه واسعه جدا ومريحه جدا، وتشيل 5 اشخاص مرتاحين جدا. 3 ممكن يقعدوا ورا لو رفيعين شويه، ولو تخان شويه او مثلا طوال شويتين ممكن يقعدوا 2 مرتاحين جدا. مساحه الارجل كويسه جدا، مساحه الروس كمان كويسه جدا، الاثنين اللي هيقعدوا قدام مش هيخبطوا في بعض خالص. العربيه الطابلو بتاعها شكله فخم، في استخدام كويس قوي للخامات جوه العربيه، سواء السوفت تاتش اللي موجود فوق الطابلو في الابواب، او الشاشتين الكبار ال 12 بوصه بشاشه رئيسيه وال10 بوصه بتوع العدادات، برضو استخدامهم هايل جدا وتصميماتهم ممتازه جدا، على الرغم ان ما فيهمش اندرويد اوتو ولا ابل كار بلاي، ودي حاجه المفروض انها تضاف مستقبلا لعربيات بايك، ولكن حتى الان هم مش موجودين. الكونسول بتاع العربيه اللي فيه مستويين، مستوى علوي ومستوى سفلي، الاستخدام بتاع البيانو بلاك اللي موجود في العربيه اللي شكله حلو. الكراسي نفسها اللي قدام اللي معموله على شكل كراسي سبور، الهيد ريست بتاعها داخل جوه الكرسي كده في تصميم واحد، اضافه طبعا لمساحات التخزين الكبيره اللي موجوده جوه العربيه، والشنطه الكبيره اللي موجوده ورا زي ما انتم شايفين، واكتب لكم على الشاشه حجم اللترات بتاعتها. كل الحاجات شكلها هايل جدا وممتاز جدا، والعربيه عامه وعمليه السواقه بتاعتها والقعده جواها تحسسك انك قاعد مرتاح ومبسوط. بس الاهم تجربه السواقه، يا ترى تجربه السواقه عامله ازاي؟ عشان نبقى واقعيين، الناس اللي بتشتري عربيات في الفئه الاقتصاديه دي، اللي هي ما بقتش اقتصاديه قوي كفلوس يعني، بس لسه بتصنف انها فئه اقتصاديه، اللي هي بدايه ما تقدر تشتري عربيه زيرو، الناس اللي بتشتري في الفئه دي بتشتري عشان حاجه من الاثنين: يا اما هو عايز عربيه لاستخدام الشخصي يا دوبك على قد العيله وعلى قد ما فلوسه جايبه، يا اما عايز عربيه للشغل. العربيه دي واحده من العربيات المميزه جدا في الفئه دي في تسعيرها دلوقتي. ليه بقى؟ لان غالبا زي ما كنت بقول لك في بدايه الفيديو، العربيه دي تقارن بالعربيات الاعلى شويه، زي العربيه الانترا دي والعربيه الام جي 5، وده مش مقارنه مجامله العربيه، الحقيقه ده من وسع العربيه ومن التجهيزات اللي موجوده في العربيه ومستوى الامان اللي موجود فيها، والاهم سواقتها. سواقه العربيه دي مختلفه خالص عن العربيات اللي بتتنافس معاها في نفس الفئه السعريه، زي مثلا الصني والاكسنت والحاجات دي. ليه بقى؟ تعالوا اقول لك بالتفصيل. اول حاجه، العربيه دي فيها موتور ما يختلفش كتير عن بقيه الفئه دي، ومش هو نقطه تميزها من رايي. العربيه دي فيها موتور
4 سلندر 1500 سي سي عادي. الموتور ده بيطلع قوه 111 حصان وبيطلع عزم 142 نيوتن متر. ارقام عاديه خالص وادائها برضو عادي خالص. العربيه من 0 ل 100 في التجربه بتاعتنا هحط لك الرقم بتاع تجربه تسارع على الشاشه. التسارع بتاعها عادي جدا متوسط جدا في رينج تقريبا 12 ثانيه اعتقد، يعني حاجه زي كده. التسارع بتاع عربيه عاديه خالص. الفتيس السي في تي اللي متوصل بالموتور زي كل فتيس السي في تي، ما هواش بتاع اداء رياضي، ما هواش بتاع نقلات سريعه، ما هواش بتاع عنف، ما هواش بتاع اداء حماسي. عامه الفتيس بياخد النسب بتاعته بالراحه خالص، بيعمل تسارع بالراحه خالص. العربيه صحيح ما هياش قويه ولكنها برضو ما هياش ضعيفه. يعني انت لو راكب 4 اشخاص في العربيه ومعاهم الشنط وماشي في طريق فيه مطالع، او لو انت راكب 2 3 في العربيه وماشي على طريق سريع عايز تمشي 140 150، كل الحاجات دي العربيه بتعملها عادي خالص. فالعربيه ادائها متوسط عادي جدا، ما عنديش عليه ولا تعليق سلبي ولا تعليق ايجابي قوي. يعني هو حاجه مش حماسيه لكنها حاجه في النص نص زي بقيه العربيات اللي موجوده في الفئه دي تقريبا. الفتيس السي في تي انا ما بتقبلوش عامه كفتيس في الاستخدام العادي على العربيات الاقوى من كده، ولكن مع العربيه دي متوافق مع ادائها وماشي معاها زي الفل. فتيس سلس، فتيس ناعم، مفيش فيه نقلات، فانت مش حاسس بمروح جاي. العربيه بتمشي على سرعه لفات ثابته، او الموتور بيبقى على سرعه لفات ثابته ار بي ام ثابت، والعربيه ماشيه ناعمه وزي الفل. بالنسبه لاستهلاك البنزين في العربيه دي، استهلاك البنزين فيها كويس جدا. العربيه بتعمل متوسط استهلاك تقريبا 7 لتر 8 لتر كل 100 كيلومتر، وده متوسط استهلاك كويس قوي. وعلى الطرق السريعه لو انت ماشي على 100 120 العربيه بتعمل متوسط استهلاك كمان اقل من 7 كيلو، لكن خلينا نقول متوسط الاستهلاك من 7 ل 8 لتر كل 100 كيلومتر، فهو متوسط استهلاك عادي جدا. طيب بالنسبه للثبات والاداء على الطريق عامل ازاي؟ العربيه دي بتميل للراحه الى حد كبير، ولكن ده مش بيأثر على الثبات بشكل سلبي خالص. العربيه بتمتص النار والمطبات بشكل كويس جدا. العربيه وانت ماشي على السرعات القليله وعلى السرعات المتوسطه بتقدم لك مستوى راحه هايل، والكراسي اللي في العربيه بتقدم مستوى راحه كويس جدا. الكراسي شكلها رياضي الى حد كبير، ولكنها الحقيقه بتدعم جسمك بشكل كويس جدا، قعدتها مريحه بشكل كويس جدا، سهل قوي انك توصل معاها لوضعيه قياده مريحه ومفضله بالنسبه لك، سواء بتحب تقعد عالي او بتحب تقعد نوعا ما بوضعيه منخفضه شويه جوه العربيه. الكراسي دي بتقدم لك تجربه سواقه ممتازه، وبتحس ان كل ادوات السواقه في متناول ايدك بشكل ممتاز. لما بتزود السرعه وبتطلع على سرعات عاليه شويه، العربيه قدرتها على الثبات ممتازه جدا بالنسبه للعربيات الفئه دي يعني. وخلي بالك ان انا طول الوقت بقارنها بعربيات نفس الفئه، سواء السعريه او اللي انا بقول لك انها بتقارن معاهم اللي هم اغلى منها في رينج 200 300 الف جنيه. العربيه بتقدم مستوى ثبات ممتاز جدا لغايه 150 160 كيلو. العربيه بتقدم راحه على الطرق السريعه ممتازه جدا. العربيه ما بتعومش خالص على مطبات الهواء، ما بتتزحلقش خالص في الملفات على السرعات بتاعت 120 130 دي. العربيه متماسكه الى حد كبير، وحتى وهي فاضيه يعني مش شرط تكون مركب العيله كلها في العربيه وحاطط شنط الدنيا كلها في العربيه عشان تحس انها ثابته. بالعكس العربيه بتتعامل مع الطريق بشكل ممتاز جدا. وده معرفش الحقيقه يرجع لقاعده العجلات اللي ممكن تكون طويله نسبيا بالنسبه للفئه دي ولا ليه بالظبط، بس العربيه عامه هندستها كويسه في العفشه، في نظام التعليق، وفي تصميم العربيه عامه. العربيه بتتفاعل مع الطريق بشكل كويس وماسكه في الطريق بشكل كويس. طيب في حته ما بتكلمش عنها عاده بس عايز اتكلم عنها في العربيه دي لانها بتمس العربيه دي تحديدا في وسط الفئه بتاعتها، وهي تجربه السواقه. تجربه السواقه في العربيه دي تجربه اغنى بكتير واحسن بكتير من غالبيه عربيات فئتها. يعني لو انت نازل من عربيه اعلى او ليك تجارب في عربيات اعلى، او لو انت جربت عربيات الفئه دي، فالعربيه دي تجربه سواقتها اظرف واحلى بكتير من عربيات الفئه دي. مفيش حاجه في تجربه العربيه دي ضايقتني غير حاجه واحده بس، او حاجه الوحيده اللي عندها ملاحظه، وهي حته التوجيه في العربيه. الدركسيون اللي موجود في العربيه دي تحس ان هو معزول شويتين عن العجل، في سنه ديلي كده ما بين ما انت بتوجه الدركسيون وما بين ما العربيه بتبدا تستجيب للتوجيه ده. ودي حاجه اسطوريه شويه، يعني دي حاجه تقدر تقول عنها ان انا بتلكك العربيه عشان اتكلم عن اي عيب فيها، بما اني اتكلمت عن كل حاجه تقريبا بايجابيه. ليه بقى؟ لان انا عشان اقيس العربيه دي على بقيه العربيات اللي موجوده معاها في نفس الفئه السعريه، والحقيقه هبقى بظلم بقيه العربيات اللي معاها في الفئه السعريه، عشان كده قلت لك العربيه دي بتنافس مع فئه اعلى شويه، واتوقع انها مع الوقت سعرها هيزيد شويه عشان تطلع للفئه الطبيعيه اللي هي بتتنافس معاها. غالبا السعر بتاعها دلوقتي ده هو عرض عشان العربيه تشتغل اكتر يعني. طيب التجربه عامله ازاي؟ التجربه زي ما قلت لك تجربه مختلفه خالص عن نفس العربيات اللي موجوده في الفئه السعريه دي، وهي تجربه غنيه جدا. يعني مش هتروح تجيب العربيه دي وتحس انك تجربه سواقتها تجربه تعبانه، او ان انت نزلت، او ان انت راكب عربيه على قد فلوسك. بالعكس العربيه دي تجربه سواقتها بتحسك انك راكب حاجه احسن شويتين من اللي انت دفعته. فالعربيه سواء انت جايبها للاستخدام الشخصي او للشغل هتقدم لك مستوى راحه كويس لو انت بتركب عربيه كتير، وهتقدم لك مستوى راحه كويس قوي كمان لو انت بتسافر بالعربيه لمسافات طويله وبعيده. فده بالنسبه للاداء سواء على
جانب الموتور او على جانب نظام التعليق. تعالى بقى نتكلم عن بقيه الحاجات اللي موجوده في العربيه. اولا عزل الصوت الموجود في العربيه هو اعلى من المتوسط بشويه بالنسبه للفئه دي، ويمكن يكون من احسن العربيات اللي فيها عزل صوت في الفئه دي عامه. العربيه تاخد في عزل الصوت 7 من 10 و8 من 10 بالنسبه للفئه بتاعتها دي. ما بتسمعش اصوات الضوضاء الخارجيه حواليك بصوت عالي ومزعج بشكل كبير، ما بتسمعش اصوات تفاعل العفشه مع الطريق بشكل مزعج لو انت ماشي على السرعات. لو في حته خشنه في الطريق او حاجه بتسمع صوتها شويه مع الكاوتش، ودي حاجه راجعه للكاوتش اكتر منها للعزل اللي موجود في العربيه. طبعا العربيه زي ما قلت لك من احسن العربيات في الفئه السعريه دي، تديك عزل صوت، وعلى المقياس العام تاخد 7 من 10 مثلا في عزل الصوت. فعزل الصوت فيها كويس ويعدي من رايي الى حد كبير. نيجي بقى للتكييف، والتكييف من النقط اللي عندي عليها ملاحظات كتير في العربيه دي. التكييف اولا في العربيه بياخد وقت شويتين على ما يبرد العربيه، التكييف هنا محتاج شويه وقت على ما يوصل للتبريد اللي انت بتحبه او اللي تحس ان الكابينه بقت ساقعه في العربيه. دي اول حاجه. التبريد مش بس تبريده بياخد وقت، ولكن كمان توزيع الهواء اللي طالع من الفتحات مش عارف تظبطه خالص. يعني انا الهواء اللي طالع من الفتحات كان كويس جدا كتبريد يعني، ولكن مش عارف اظبطه خالص في الحته بتاعت ان الهواء ده يبقى خابط في وشي من الناحيه دي وخابط في جسمي من الناحيه دي. الفتحات رخمه شويه في فكره انك تعرف تظبطها على توزيعه الهواء اللي انت عايزها. فالتكييف هنا عشان تعمل حسابك محتاج تطلع بالعربيه على طريق بيتحرك، والموضوع ياخد مثلا 10 دقائق على ما العربيه تبرد. بعد كده التكييف بيديك اداء ممتاز جدا، سواء كان الجو حر او كان الجو معتدل او بالليل او كده. ففي عز فتره الحر اللي احنا فيها دي التكييف كان بيديني اداء ممتاز، ولكن لازم تديله 10 دقائق بتوعه في الاول على ما يوصل لدرجه البروده اللي انت عايزها. طيب بالنسبه لتجهيزات الامان، الحقيقه العربيه دي فيها فئتين. اول فئه فيهم بتنزل باثنين اير باجز بس مع انظمه الامان المعتاده اللي هي اي بي اس مع الوقت الفرامل، اي بي دي توزيع قوه الضمان على العجلات، اي اس بي نظام ثبات الكتروني، ونظام بريك اسيست اللي هو مساعد الفرامل اللي بيديك كامل قوه الفرامله في حالات الخطر، وهيل هولد كنترول ان العربيه ما تتزحلقش على المطالع. دي الحاجات اللي موجوده في الفئه الاولى، ولو انها كانت تحتاج تكون ازيد شويه في عدد الايرباجز. الفئه الثانيه بقى بتيجي باربعه ايرباجز، وبيزيد على الانظمه اللي احنا اتكلمنا عليها دي نظامين كمان موجودين في الفئه الثانيه، وهو نظام البلايند سبوت اسيست. ده العربيه بتديك تحذير للنقاط العمياء في المرايات عشان تحذرك لو في اي عربيه او موتوسيكل او اي حد مختفي في النقط العاميه بتاعت العربيه. وكمان فيها لين ديبارشر وورنينج، العربيه لما بتيجي تخرج من الحاره المروريه بتديك تحذير والخروج من الحاره المروريه. ودول نظامين تقريبا مش موجودين غير بس في العربيه دي في الفئه السعريه دي او في الفئه عامه اللي هي بتتنافس فيها دي. فدي حاجه ممتازه جدا. والعربيه بالنسبه لتجهيزات الامان خليك في الفئه الثانيه. الفئه الثانيه فيها تجهيزات امان احسن بكتير ومتميزه جدا في الفئه دي. الفئه الاولى فيها تجهيزات الامان القياسيه اللي موجوده في كل الفئه دي، ويزيد عليهم كمان نظام الاي اس بي نظام الثبات الالكتروني اللي مش موجود في كتير من عربيات الفئه دي. فهي عامه في مواصفات الامان من احسن العربيات اللي موجوده في الفئه بتاعتها، ولكن انصحك انك تجيب الفئه الثانيه عشان تاخد كامل مواصفات الامان اللي احنا بنتكلم عنها دي. طيب الخلاصه في بايك يو 5، العربيه دي عربيه من رايي قمه مقابل سعر حتى الان، باسعارها حتى الان هايله جدا بغض النظر عن الاوفر برايس اللي ابتدى يظهر عليها في السوق. العربيه دي عربيه بتقدم لك تجهيزات ممتازه جدا، تجهيزات امان كويسه جدا، سواقه حلوه جدا، صالون واسع، شنطه كبيره، شكل برستيج من بره وشكل مختلف عن بقيه عربيات الفئه دي. والعربيه دي كمان ممكن يكون لها مستقبل لو اتجمعت محليا، ما اعرفش هم الحقيقه هيجمعوها ولا لا يعني، بس العربيه دي عربيه من رايي مناسبه جدا لفكره التجميع المحلي. العربيه دي عربيه مناسبه لو انت عايز عربيه العيله، لو انت عايز عربيه للاستخدام الشخصي، لو انت عايز عربيه فيها مواصفات امان كويسه، عايز عربيه سواقتها كويسه، عربيه موفره في استهلاك البنزين الى حد كبير، عربيه ممكن تسافر بيها على الرغم من ان سعرها يعتبر في الحته الاقتصاديه، ولو ان الحته الاقتصاديه دي بقت حته صعبه قوي اللي هي فكره المليون جنيه، ما بقاش رقم اقتصادي خالص. ودي الحاجات اللي انت ممكن تشتريها عشانها. ما تشتريهاش امتى؟ ما تشتريهاش لو انت من الناس اللي بتتحر جدا وفي اماكن حر جدا وعايز العربيه اول ما تركبها على طول تلاقي التكييف خلى الكابينه بتاعت العربيه برد على الاخر. النقطه دي فيها لا، بتاخد شويه وقت على ما تتكيف معاك. ما تشتريهاش لو انت بتدور على عربيه ادائها رياضي وسريعه جدا في الطلعه بتاعتها والحاجات دي، لان العربيه دي برضو بالموتور بتاعها بالسي في تي بتاخد وقتها شويه في التجميع. وما تشتريهاش لو انت عايز عربيه للشغل، لان فكره انك تصينها بره التوكيل مش متاحه. عشان تحافظ على ضمان العربيه وعشان تتاكد من مستقبلها معاك محتاج تصينها جوه التوكيل، خصوصا كمان في الازمه اللي احنا فيها بتاعت القطع الغيار والحاجات دي. ممكن ما تلاقيش قطع غيار العربيه متوفره في السوق زي عربيات الشغل الثانيه. فالعربيه دي اختيار مناسب جدا لو انت عايز عربيه العيله او لاستخدام شخصي. العربيه دي زي ما قلت لك واحده من احسن العربيات قيمه مقابل سعر في الفئه بتاعتها دي، لانها بتقدم لك امكانيات موجوده في عربيات اغلى منها بشويتين حسب السعر اللي احنا قلناه في الفيديو ده. بس كده، دي التفاصيل كلها بتاعت البايك يو 5. لو عندكم اي اسئله ثانيه على العربيه اسالوني في الكومنتات وهجاوب عليكم، وما تنسوش تشيروا الفيديو وتبعتوه للناس اللي مهتمه بعربيات في الفئه دي او الناس اللي عايزه تتعرف على العربيه اليو 5 دي. تابعونا بقى على بقيه المنصات عشان تشوفوا بقيه الفيديوهات اللي بنقدمها عن محتوى السيارات عامه. سلام.